طبعا كلنا داومنا بالمدارس وشي اكيد شفنا نماذج تسد النفس. يعني وانت رايح صفك يجيك واحد من الاول متوسط يعفط لك ويشرد، هنا انت راح تتمنى تقط لك بطل قزاز وتكسره براسه، بس راح تغلس وتمشي لين انت مالك ذرة خلق. المهم موضوعنا اليوم عن انواع الطلاب بالمدارس. النوع الاول المشكلتشي، وطبعا هذا النوع لازم بكل مدرسة وكل شعبة تلقاه، وهو باختصار بس يريد يتعارك، ينتظر له بس يدق الجرس حتى بس يدور له فريسة ويمسحها بالقاع. طبعا هذا النوع من الطلاب نهائيا ما احبه. انا ليش انطيكم رأيي عليهم؟ ترى كلنا احنا ما نحبهم. المهم هو هذا النوع الوحيد بالقائمة اللي اتمنى ينقرض. بشر شي حبته ما تقولوا شنو سبب وجودكم بالحياة. المهم خلونا نحكي على النوع الثاني من الطلاب. النوع الثاني هو الطالب السكاش. طبعا انت راح تشوف هذا النوع ما بشي، بس انا راح اقول لك لا. تدري هذا النوع من الطلاب يمتى يشتغل مفعوله لما ينتهي الدرس، ولا تستغرب، تعال انا اقول لك شلون. هذا النوع من الطلاب كل ما يريد يطلع المدرس يرفع ايده ويقول استاذ نسيت تعطينا واجب، والمدرس يستمع الكلامه ويعطيكم 7 ورقات. لا والحلو من يكون هذا مدرس اجتماعيات. يابا بس تستوعب ايش دعوه 7 ورقات، راح يخبلوني والله العظيم. ابن الفقر يعني ما تعرف تسد حلقك، يريد ينقتل بالقوه. ولهنا راح تكون نهايه السكاش. A few moments later. هسه نجي للنوع الثالث من الطلاب، وهو جماعة الرحلة الأخيرة. هذول الناس متهنين قاعدين بآخر رحلة يتغدون يسولفون يلعبون بوبجي كل شي يسوون والمدرس ما يشوفهم، يعني ما عليهم حاجة من الأخير. تقدر تقول عبالك قاعدين ببيتهم، وبالامتحان هالقد ما المدرس ما يشوفهم يطلعون كتاب على الرحلة ويغشون من عنده. جاش حبالكم هي بركات الرحلة الأخيرة. يعني هذا النوع من الطلاب كل ما تبدأ المدرسة يروحوا يحجزون الرحلة الأخيرة. وهسه نجي على النوع الرابع والأخير اللي هو الطالب الفقير أو الجديد بالمدرسة. هذا الطالب قاعد وساكت ولا له اي حس، غير كل هذا هو جاي من مدرسة اهلية لمدرسة حكومية. هنا شو يصير بعقله؟ اذا هو ما متعود يعيش مدرسة حكومية شو يصير بيه؟ بس الصراحة هو نوع مسالم واسطوري ماكو مثله. تلقاه قاعد وساكت عكس باقي الطلاب، بس هو ما راح يظل طول السنة هيك، ورا الايام راح يتعود ويصير مثل ذوليج. اكيد عرفتوهم ما يحتاج. طبعا اكو بعد هواي انواع بس ما اقدر اذكرهم، فمع السلامة.